دكتور بيطري، اخصائي جوده ومراقبه تغذيه ومدير مختبر بيطري. سمعنا كتير في الفتره الاخيره عن حالات من الغش التجاري اللي فيها مجموعه من الناس ما بتتقيش ربنا وللاسف بتبيع للناس لحمه حمير. انا حابب اتكلم مع حضراتكم في الفيديو بتاع النهارده عن 3 حاجات ان شاء الله هنفرق بيهم ما بين هل اللحمه دي لحمه عاديه ونقدر نستهلكها ولا اللحمه دي للاسف لحمه حمير. الحاجه الاولانيه، لما نيجي نغلي اللحمه دي هنلاحظ ان البقع الزيتيه اللي موجوده على سطح الشوربه من فوق بتكون منفصله، اوتوماتيك هتقول لي لحمه حمير. لكن لو البقع الزيتيه دي عادي متصله ببعضها هتقول ان دي لحمه عاديه خالص. طيب بلاش انها تكون لحمه حمير، لو هي لحمه فاسده او غير صالحه للاستهلاك الادمي هتلاحظ انك اول ما تحطها عشان تحاول تعمل منها شوربه وتقفل عليها بعد 5 دقائق بس على النار هتلاحظ ظهور طبقه من الرغاوي ولونها اخضر، والريحه للاسف بتبقى نفاذه وكريهه جدا. اوتوماتيك هتعرف ان دي كده لحمه غير صالحه للاستهلاك الادمي. حاجه كمان، الالياف بتاعت لحم الحمير بتكون خشنه جدا وبارزه جدا وواضحه، لكن للاسف وارد جدا ان غير المتخصص ما يقدرش يميز حاجه زي دي. طب ايه هي الحاجه الثانيه يا دكتور عمر؟ الحاجه الثانيه، وانا بغلي اللحمه اللي انا شاكك فيها لو هي لحمه حمير هلاقي اعزكم الله الريحه مشابهه لريحه روث البهائم او فضلات البهائم، دي اوتوماتيك هتعرف منها ان دي برضو لحمه حمير. طب في حاجه تانية اقدر اعملها يا دكتور عمر قبل ما اغلي اللحمه اصلا عشان اقدر افرق بيها؟ لو عندك سكينه وسخنتها على البوتاجاز بشكل كبير جدا واخدت قطعه لحمه من اللي انت شاكك فيها وحطيت عليها سن السكينه السخن ده، اول شويه شياط او شويه دخان يطلعوا منها هتلاحظ ان اولا ريحته كريهه جدا ونفاذه قوي، وده هيقول لك ان اللحمه دي حاجه من اتنين، يا اما لحمه غير صالحه للاستهلاك الادمي او لحمه فسدت بسبب سوء التخزين، او ان اللحمه دي برضو لحمه حمير. طب ايه هي الحاجه الثالثه اللي هنفرق بيها؟ انا عن نفسي بقول يا رب ما حدش يضطر يوصل للمرحله الثالثه دي عشان يقدر يفرق هي دي لحمه حمير او لا، لانها للاسف عن طريق التذوق. ازاي يا دكتور عمر؟ اللحمه بتاعت الحمير بتحتوي على نسبه كبيره جدا من ماده اسمها الجلايكوجين. ماده الجلايكوجين دي بتعمل طعم مسكر في الفم، وبالتالي لو انت بتاكل لحمه ولقيت ان الطعم مسكر في بقك ما تتبسطش وتقول ان اللحمه دي كان طعمها مسكر، لا ده انت في الحاله دي هتقلق وهتشك ان اللحمه دي لحمه حمير. الحاجة التانية زي ما قلنا هتلاقيها صعبة في المضغ، لأن زي ما قلت لحضراتكم إن اللحمة دي الألياف بتاعتها بارزة وواضحة وخشنة. طب افرض يا دكتور عمر إن اللحمة دي ما هياش قطع قدام، هي بشكل مفروم وللأسف محطوط عليها بهارات، يؤسفني أقول لك إنك في الحالة دي مش هتقدر تفرق هي دي لحمة حمير أو لا عن طريق الطعم، إلا لو كانت حجم البهارات اللي محطوط عليها قليل وما قدرش يغطي على الطعم السكري بتاع مادة الجلايكوجين اللي قلت لحضراتكم إنها موجودة. طب يا دكتور عمر احنا عاوزين نبعد عن الكلام ده خالص وعاوزين نبعد خالص عن قصه لحم الحمير، تحب تنصحنا بايه؟ انصح حضراتكم انك دايما ما تشتريش اللحمه بتاعتك الا من عند حد موثوق فيه، حد انت عارفه كويس وحد انت بتتعامل معاه على طول. الحاجه اللي بعد كده ان الشخص اللي انت بتتعامل معاه على طول او ايا كان الجزار اللي انت بتشتري من عنده لازم أن تكون كل الذبايح اللي موجوده عنده في المكان يكون عليها ختم المجزر اللي هو تابع ليه. طب ده هيفيدني في ايه يا دكتور عمر ختم المجزر ده؟ الختم ده يا فندم معناها ان الذبيحه دي اتذبحت تحت اشراف دكتور بيطري، معنى كده انك هتكون مطمن وانت بتشتري اللحمه دي او انت بتاكلها ومش خايف منها لا على نفسك ولا على بيتك ولا على اولادك. الحاجه اللي بعد كده نصيحه، ما تشتريش لحمه مفرومه جاهزه ابدا، لانها طالما اتفرمت انت مش هتقدر تميز هي كانت عباره عن ايه. امال ايه البديل؟ ان انا اخد شويه اللحمه اللي انا عاوز افرمهم ويا اما هفرمهم عندي في البيت او هروح للراجل يفرمهم قدام عيني، وبالتالي ابقى عارف اللحمه دي موجود فيها ايه. اخر نقطه حابب اقولها لحضراتكم انك ما تفرحش لو لقيت سعر اللحمه رخيص جدا عند شخص ما. معروف سعر اللحمه في السوق كله عامل ازاي، ولنفترض ان هو 10 قروش في معظم الاماكن، في اماكن ب 11 قرش او ب 9 قروش، دي اختلافات تجاريه مش هي دي موضوعنا النهارده في الفيديو. لكن لما يكون مثلا سعرها في معظم السوق متوسط 10 قروش والاقي حد بيبيعها لي ب5 قروش، لا انا مش هتبسط، انا هقلق، لان وارد تكون اللحمه دي يا اما لحمه وقيع او انها تكون لحمه حمير. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده، ولو حد عنده اي اسئله او استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد على حضراتكم في اقرب وقت باذن الله، وتابعونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام عليكم.